واحد النهار رئيس الحكومة هز علينا لوحة في البرلمان وقال لنا هادشي. الملايين ديال الأطفال شهريا، وكذلك دعمنا 1,400,000 أسرة اللي ما عندهاش أطفال. كذلك دعمنا 1,200,000,000 شخص مسن شهريا، هذيك كياخذوا 500 درهم فعلا. ولكن في البرنامج ديالنا كانت غير 65 عام. انا كنهضر لكم على 60 عام للفوق، يعني انه مشينا في لاطونش حتى ل 60 عام. وكذلك الدعم ديال 375,000 ارمله شهريا، الدعم ديال 17,000 منحه ديال الولاده، وتسريع السجل الاجتماعي الموحد اللي كان من المفروض انه ما يوجد حتى 2025 باش يبداو البرامج ديال الدعم في 2026. دونك حكومه عملت واحد العام. دابا السؤال اللي تيجي لاي انسان عاقل عنده شويه ديال العقل هو: ما الغايه من هذه الارقام؟ ما الغايه من اننا عطينا للارامل، عطينا للشراف، عطينا لبعض الاسر الهشه؟ ما الغايه منها؟ هو انهم يقدروا على المعيشه، يقدروا يصرفوا، يقدروا يتنقلوا، يكون عندهم واحد شويه ديال الصرف باش يقدروا يواجهوا الحياه ويشريوا الحاجيات ديالهم. سؤال دابا في ظل هادشي وفي ظل هاد الارقام الضخمه اللي تعطاتنا، وفاش كتشوفها من برا تتقول واو، الحكومه المغربيه قامت بمجهود كبير وصرفت اعانات ودعم لبزاف ديال الفئات والبزاف ديال الشرائح الاجتماعيه، ومن حق رئيس الحكومه انه يهز علينا السبوره ويقول لنا هاد الهضره. ولكن السؤال الكبير: الغاية التي أردنا تحقيقها ديال أنه هاد الناس، هاد الفئات المعوزة وهاد الناس الهشين، الهش سنيا، الهش في علاقته الأسرية معنا الأسر عندنا، والنساء مثلا أرملة ما قدرش أنها تخدم، ما قدرش أنها دير، وما عندهاش القدرة وما عندهاش الكفاءة وما عندهاش صنعة وما عندهاش، وغير ممكنة وغير مدمجة في المنظومة الاقتصادية المغربية، يعني ما عندها منين تدخل، يعني خصنا نعطيوها إعانة. هذيك الإعانة خص يكون عندها واحد التأثير على الحياة ديالها. السؤال: هل هناك تأثير لهذه الإعانات على الحياة ديال هذه الفئات؟ إلا مشينا وجبنا واحد الشرف، واحد المسن، لا أقولها زعما تهكما وليس بمفهوم قدحي، ولكن هكا حنا المغاربة ونيتي الله أعلم بها، هو أين تنقولها غير تبسيطا للمفاهيم وتبسيطا للمصطلحات وباش المغربي يتذوق. لأنه فاش تقول على الإنسان شارف يعني ما قادرش أنه يدير شي أنشطة. أنا أعطيته الدعم، هل هو استطاع أنه يمشي للسوق ويعمر الكفة ديالو؟ هل هو استطاع أنه يتنقل؟ هل هو استطاع بزاف ديال الحويجات؟ لأنه في مقابل هذا الشيء، في مقابل ديك 10,000 ريال، نحسبوها بالخشبات، كاينه البصله ب 300 ريال، يعني 2 ديال الكيلو ب 600 ريال، 2 كيلو ب 600 ريال، كيلو ديال اللحم ب 2400 لأرملة عندها 2 وليدات مثلا، أو لا بوحدها، وعندها الدجاج الكيلو ب 560 ريال، وعندها الحوت ب 50 درهم، ب 40 درهم، ب 30 درهم، ب 20 درهم. ناخذوا هاد 10,000 هادي وعندها زياده في المحروقات، وبالتالي زياده في بزاف ديال الحويجات. هاد الارقام اللي عطانا رئيس الحكومه وهاد الدعم وهاد 10,000 ريال، هل تستطيع انها تغطي هاد المصاريف كامله وهاد الزيادات كامله؟ لان واقع الامر هو انه هزيتي علينا لوحه وقلت لنا بان عطينا وعطينا 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 وعطينا، المجموع ديال هذا عطينا هو ان كل مستفيد كتوصل 10,000 ريال. مرحبا. ولكن إذا جينا نحسبوا المجموع ديال الزيادات ونقارنوها ب10,000 في الشهر، أراها لا تغطي 2 كيلو ديال البصلة وكيلو ديال اللحم، ياك، وكيلو ديال السردين والخضروات الاخرى والفواكه وداك الشيء كامل، غير خليه لهيه والتنقل وبزاف ديال الحويجات. غادي نلقاو بان المصروف الشهري ديال مواطن مغربي عادي بسيط، يعني تيحاول انه يتقشف وكيحاول انه يقتصد وكيحاول انه ما يعطي الدرهم غير الا عرف فين حطوه، غادي نلقاو بان المصاريف
اللي تيحط هذا الانسان الذي نعترف بما اننا اعطيناه الدعم وبما اننا اعتبرناه بانه فئه هشه وغير مندمجه في الاقتصاد، اي انه ما خدامش، اي انها عاجزه، والعجز انواع. كاين عجز ديال انني كبير، كاين عجز ديال انني ما قادرش، كاين عجز ديال انني ارمله، كاين عجز ديال انني ما عنديش تكوين وما قادرش انني نولج لسوق الشغل، وما قادرش انني ندمج في الاقتصاد، وما قادرش على بزاف د الحوايج. هذه كلها انواع للعجز وتصنيفات وتسميات او لا مؤشرات او لا حويجات اللي تقول لنا فعلا بان الانسان عاجز، ما قادرش انه يدخل القوت اليومي ديالو. داك الشيء علاش تنعطيوه، ولكن هذاك الشيء تنعطيوه هل فعلا غطى على المصاريف ديالو؟ والا جينا نديروا واحد العمليه حسابيه، من المستفيد من هذا الشيء في نهايه المطاف؟ لانه تعطى الدعم للناس فعلا، تعطيت 10,000 للناس اعترافا ديال انهم ما قادرينش انهم يدخلوا. اما اللي خدام واللي عنده لاسينيسيس واللي قادر انه يدخل 100 درهم ديالو للنهار، راه ما معطيهش الدعم. يعني فاش تنجيو نحسبوها تنلقاو بانها الحكومه وبانها الدوله وبانه المسلمين وبانه الفاعلين كاع في هذا الشيء هذا بانهم راه تيحلبوا بزاف ديال الفلوس، لانه شفنا زيادات في البوطاج، شفنا زيادات في السكر، شفنا زيادات في الزيت، شفنا زيادات في بيمو، شفنا زيادات في رايبي، شفنا في جميع الحويجات، شفنا زيادات في اللوبيا، شفنا زيادات في العدس في القطني عموما، شفنا زيادات في بزاف ديال المواد اللي هي اساسيه في السكر، في كلشي في مواد الكهرباء، في كل شيء. راه دابا المواطنين ما عارفينش وما فاهمينش، ولكن راه فاش كتمشي تحط يديك على شي حاجه في الاسمده، في بزاف مواد فلاحيه، في الشمندر، في الاعلاف، في النخاله، في كل شيء تزاد فيه، في السيمه، في كل شيء تزاد فيه. هاد كل شيء تزاد فيه. اذا جينا نحسبوها من المستفيد من هذا الدعم ومن المستفيد في هذه العمليه كلها اللي انا تناخذ الاطنان ديال الفلوس من جيوب المغاربه بحكم الزيادات، لانه الانسان اللي خدام والانسان اللي كيتخلص 3000 درهم و4000 درهم و5000 درهم راه ما كتعطاش، يعني ما كيتعطاش هذا الدعم، متفقين. ولكن فاش كنجيو تنلقاو بانه هما هاد المواطن، هاد البسطاء، الطبقه الاجتماعيه المتوسطه هي اللي كتعطي هذا الدعم، لانه في نهايه المطاف العمليه والحسبه وهذه الجمعيه كامله تتقول بانه راه خدينا من واحد المواطن باش نعطيو لواحد المواطن مزيان في اطار التكافل الاجتماعي وفي اطار كل شيء، ولكن هذا اللي خدينا منه هل هو قادر على انه يغطي بعض هذه المصاريف في ظل هذه الزيادات، في ظل هذا الشيء كامل؟ اذا يا رئيس الحكومه انتم ما درتوش، انتم ما عطيتوش، انتم ما حسنتوش، انتم اخذتم من النافذه واخرجتم دعما ببهرجه وبي واعطيتهم من الباب. فهمتي؟ هذه هي العلاقه وهذا الشيء اللي كاين، لانه الغايه من البرامج والغايه من المشاريع والغايه من هذا الشيء كامل هو ان المواطن يستافد، هو ان المواطن يتحسن، هو ان المواطن يحس بانه فعلا كاين واحد التاثير. ولكن فاش كتجي وفاش كتسول المواطن وفاش كتخرج للشارع كتلقى بانه الجميع يحتاج وكل شيء تيقول لك بانه اللهم ان هذا منكر، غلات علينا، تأزمنا، ضاقت بنا الحياه. يعني الغاية من الدعم أنه ما تضيقش الحياة بالناس وأنها تسهل عليهم وأنه هل تحققت هذه الغاية؟ يعني هذه لعبة سياسية، يعني هذه برامج مزخرفة، يعني هذه بهرجة، وما كنضربش فكرة الدعم الاجتماعي في أساسها وفي جوهرها وفي لبها مزيانة وعظيمة لو أننا قدرنا فعلا أننا نحطوها بدون ما نقيسوا الشرائح الاجتماعيه الاخرى. وفاش تنجيو نقارنوا حتى هذا الدعم وهذا الشيء وهذه العطيات راه تتمشي للالبال الناس اللي عندهم يا عباد الله يا المغاربه، راه الناس اللي عندهم الفوارن، الناس اللي تيزرعوا مطيشها راه كتعطاهم 4 المليون على كل كتار دعم ديال المطيشه. وفاش تيبغيو يصدروها لاسواق جديده راه غير مؤخرا خرج واحد الدعم ليهم انه تتعطى 15,000 ريال لكل طن اذا صدروا الاسواق جديده، يعني خارج الاتحاد الاوروبي وخارج افريقيا. يعني انت كواحد عاطيك الدوله دعم ديال 4 مليون الكتار، انت عندك واحد 50 كتار، اذا انت لاباس عليك من البدايه.
حسب انت كل كتار ب4 المليون وضربها في 50 كتار، وفي نهاية المطاف فاش تيبغي يجي يصدر تنزيدو 15,000 ريال. هذا هو الدعم، هذا هو الدعم اللي كدعموا الناس اللي بغيتو والناس اللي فعلا تتشوفوا بان ما عرفتش واش هذه مساله لوبيات، واش هذه اقتراحات، واش هذه، ولكن المعادله تقول بانه احنا هذا الدعم رغم جماله ورغم مبدئياته ورغم إنسانيته في جوهره، ولكن السؤال المطروح على حساب من؟ غادي نلقاو بانه على حساب الطبقه المتوسطه. والمشكله ولينا تنشوفوا بانه اي دعم كما كان حتى هذا ديال المحروقات راه في نهايه المطاف على حساب الطبقه المتوسطه، على حساب مول الطوموبيل، على حساب مول التريبورتور، على حساب مول الموتور اللي هو ما داخلش في مهنيه النقل، يعني ما تيتلقاش داك الدعم. ولكن الدعم لما تيمشي للالبه اللي عنده 1000 رموك، 1000 كاميو، اللي عنده ترانزيتات، اللي عنده نقل سياحي، اللي عنده كريمات، اللي عنده كيران، يعني لاباس عليه. وتنزيد وتندعمو. منين تندعمو من ديك 2 دراهم اللي كيعطيها المواطن البسيط الطبقه المتوسطه. وحتى هذا الدعم الاجتماعي المباشر هذا راه زدنا في جميع المواد، وبالتالي ترتفع الضريبه، لان الضريبه تتخذ بالنسبه. يعني تنقول لك عندك 20%، يعني الا تزادت الماده مثلا كانت بدرهم او لا كانت ب5 دراهم ولا ب7 دراهم ولا كذا، راه الا كنت كنعطي درهم للدوله غنولي نعطيها 30 ريال. من هذيك 30 ريال انا تناخذ واحد 10 ريال وتنعطيها لواحد، ولكن راه حيدتها لواحد. في نهايه المطاف تنلقى بانه لا هذا قادر على الحياه لا هذا قادر على الحياه. وشكون غيدعم هذاك اللي تنحيد له 10 ريال؟ يعني لو اننا بغينا ندوز واحد الدعم فعلا، راه عندنا ثروات، راه عندنا كيفاش نتمنوا المنتوجات، راه عندنا اتفاقيات، راه عندنا التصدير، راه عندنا بزاف ديال الحويجات، والوطن ديالنا غني بالثروات. والمواطنين المغاربه راه تيأديو الضريبه على ابسط شيء. هاد الفلوس نورمالمون خصنا نديرو حسبها، وخصنا نكونوا نخبه فعلا واقتصاديين ومثقفين، وناخذوا منها ونعطيو للفئات الهشه. نعم، لانهم مغاربه وتحنا تنحبوهم ونعترف لهم بعجزهم، وتنقولوا بانه ما بغيناش نبقاو نشوفوا في فيسبوك ناس تيطلبوا، ما بغيناش نبقاو نشوفوا بانه بنان باغي يدير عمليه وما قدرش عليها، ما بغيناش نبقاو نشوفوا بانه عيالات تيبكي ولا تنشوفوهم في السوق تتهز كيلو ديال خزوه فقط. في مائدة رمضانية نعلم جميعا ماذا تحتاج باش انه الانسان يتشجع غير انه ياكل، لان هذه امور كلها متداخله. حنا بغينا انهم يتدعموا، ولكن ماشي يتدعموا على حسابنا، يتدعموا على حساب واش عندكم شي استثمارات، واش عندكم شي تثمين للمنتوجات، واش عندكم شي مراجعه للاتفاقيات، واش عندكم شي تثمين وفتح اسواق جديده باش تصدروا باش تجدوا عمله واحده اخرى، واش عندكم شي موارد واحده اخرى، واش عارفين كيفاش تسوقوا الفوسفات والمعادن والثروات ديال هاد البلاد، واش عندكم مراجعه للاتفاقيات ديال الصيد البحري، واش عندكم باش انكم تجبدوا مداخل جديده وبها دعموا وما تقيسوناش حنا. ولكن للاسف الشديد تمر هكذا مشاهد مرور الكرام. ومن نهار طاح هذا الفيديو كنت باغي ندير عليه فيديو ونرد على رئيس الحكومه، ولكن قلت لنأخذ الوقت باش نشوفوا واش غيبان شي تأثير. ولكن ظهر بأن المغاربة أصبحوا يشتكون، أي أن البرنامج لم يؤدي الدور المنوط به، أي أنه بحال ما شفنا حتى حاجة. كنظن بأنه هذه هي الخلاصة ديال هذا الفيديو هذا.